كيف يبكي المسلم تعبدا لله؟ كيف تحصل طاعة البكاء بالنسبة إلينا؟ ذكرت أيها الإخوة أو دونت قرابة 10 نقاط في هذا الباب. النقطة الأولى أو السبب الأول أو الكيفية الأولى لمن أراد أن يبكي من خشية الله عز وجل، أولا عند تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله هذا مجلبة للبكاء، وهو بكاء محمود. يروي مسلم في صحيحه من حديث أنس قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، رأت أبا بكر وعمر فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم أجمعين. هي لما رأت أبا بكر وعمر ذكراها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فوالله أيها الإخوة نحن أيضا نفرح بكل شيء يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل الابتداع وعلى سبيل إقامة الحفلات الصوفية وما شابهها والموالد البدعية، هذا كله باطل وليس له أصل في شرع الله، لكن الأشياء المشروعة. فأنت يا أخي إذا نظرت إلى السواك وتذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينام والسواك بيده ويستيقظ، وأول ما يستيقظ يشوص فاه عليه الصلاة والسلام، يذكرك هذا العود البسيط بحبيبك صلى الله عليه وسلم، فربما بكت عينك محبة له صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من الأسباب التي ينبغي أن نحرص عليها كي يتحقق لنا البكاء الشرعي، البكاء في الصلاة. وهذا يحصل أيها الإخوة دائما حينما تتأمل موقفك أمام الله عز وجل، لأن المصلي يقف بين يدي الله، فتأمل في عظمة الرب جل جلاله، ستدرك بالفعل أنك في موقف يملي عليك البكاء. وقد بلغ من خشوع السلف مبلغ عظيم، حتى إن أحدهم وهو محمد بن نصر المروزي رحمه الله ذكروا عنه إنه ربما جاء الطائر فوقع على رأسه ثم انصرف وهو لا يدري في الصلاة، لأنه يشعر بالفعل أنه أمام الله تبارك وتعالى. قارن أخي المسلم بين أحوالنا اليوم، تصليح الغتر، وبعضهم يتفقد المحفظة حتى يتأكد من وجودها وسلامتها من السرقة، وبعضهم يفعل وربما نظف أحدنا أنفه في الصلاة. هذا من أقبح الأشياء. لو كنت أمام مدير ما استطعت أن تفعل أي حركة لا تليق، فكيف أمام الله عز وجل تفعل هذه الحركات التي شانك أن تفعلها أمام الناس؟ فكيف برب السماوات والأرض؟ النوع الثالث أو السبب الثالث من الأسباب الشرعية التي يؤجر الإنسان بإذن الله عز وجل عليها إذا بكى، الثالث هو البكاء خوفا من بسط الدنيا. بعض الناس يظن أن قضية انبساط الدنيا وانفتاحها عليهم هذا دائما دليل خير. اسمع يا أخي إلى حال السلف. يقول ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة، وهذا الكلام ليس موجها للمسلمين في القرن 14 هجري، يوجه هذا الكلام لبعض الصحابة وكثير من التابعين. يقول ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فيما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. رواه أبو نعيم في الحلية وهو أثر صحيح. اسمع أخي المسلم، أختي المسلمة، ما جاء في هذه القصة اللطيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى الحاكم والبزار بإسناد حسن عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسقى طلب سقاء ماء، فقدم له قدح من عسل مشوب بماء، فكلما قربه رضي الله عنه إلى فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، فما استطاعوا أن يسألوه رضي الله عنه عن سبب بكائه، فسكتوا وما سكت، ثم رفع القدح أيضا إلى فيه مرة أخرى، فلما قربه من فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، ثم سكتوا فسكت،
بعد ذلك، وبدأ يمسح الدموع من عينيه رضي الله عنه، فقالوا: ما أبكاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم السر، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه أحد. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الجلوس مع أبي بكر لوحده، هذا فيه يعني منقبة عظيمة لأبي بكر. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه أحد وهو يقول: إليك عني. فقلت: يا رسول الله من تخاطب وليس ها هنا أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا تمثلت لي فقلت لها: إليك عني، فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، فخشيت من هذا. هذا أبو بكر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرابع أيها الإخوة البكاء عند سماع الموعظة. وقد جاء في حديث العرباض المشهور رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والحديث عند الترمذي وأبي داود وهو حديث صحيح. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني كلام، فخطب، يعني سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء قضية دنيوية، فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. والحديث متفق عليه. الخامس البكاء خوفا من الفتن. فعن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. يقول أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكون خشية الفتنة. من منا أيها الإخوة يأمن على نفسه ألا يفتتن قبل أن يموت؟ جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: لا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي ليس بأعور. والحديث صحيح. والفائدة هي الإخوة أن عائشة رضي الله عنها لما تذكرت فتنة الدجال بكت خشية الفتنة. والآن أيها الإخوة العالم الإسلامي الفتن تموج فيه يمينا وشمالا، فمن منا في يوم من الأيام بكى من خشية الفتن خشية أن يقبضه الله عز وجل على غير الصراط المستقيم؟ هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: بات سفيان الثوري رحمه الله رضي عنه يقول: بات سفيان عندي فلما اشتد به الأمر في الصلاة جعل يبكي، فقال له رجل عند عبد الرحمن: يا أبا عبد الله، يقصد سفيان، أراك كثير الذنوب، يعني كأنك من كثرة ذنوبك تبكي هذا البكاء. يقول عبد الرحمن رحمه الله: فرفع شيئا من الأرض، كان على الأرض ساجد فرفع شيئا، فقال بعد أن رفع رأسه ولعله فرغ من صلاته قال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، وأشار إلى قلبه قال: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. من منا أيها الإخوة يعني يضمن أنه سيموت فعلا على هذه الحال التي هو عليها، الصلاة والالتزام بالإسلام؟ ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. السادس أيها الإخوة البكاء عند تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. ففي الترمذي بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال المعجمة منقوطة، هاذم يعني قاطع. فهل تعرفون أيها الإخوة شيئا يقطع اللذة مثل الموت؟ أبدا. المرض قد يمرض الإنسان لكن تبقى بعض اللذة، أما الموت يقضي عليها نهائيا، لا تبقى لذة بعد الموت إلا من كتب الله عز وجل له السعادة منذ أن يموت. في صحيح مسلم هناك قصة طويلة وهي معروفة لدى أكثركم، وهي قصة بكاء عمرو بن العاص رضي الله عنه لما مات وتحسره، ثم ذكر حاله في الجاهلية وحاله في الإسلام. المقصود أنه تحسر وبكى
عند لقاء الله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي هريرة أنه بكى في مرض موته وقال: لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. يكفيك يا أبا هريرة أنك رويت أكثر من 5000 حديث، 5000 حديث ترويها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنك، ولا تدري إلى أي الجهتين تذهب. فما هو حالنا أيها الإخوة بالنسبة إلى هؤلاء؟ الأمر السابع: البكاء عند تذكر أهوال القيامة والقبور، ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث التي يشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى قراءة سورة الانفطار والتكوير والزلزلة إلى آخره. وهناك آيات وسور من قرأها أيها الإخوة تتصور له يوم القيامة يعني بالفعل، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على مثل هذه الآيات. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه وقد حسن الحديث الشيخ الألباني قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الثامن أيها الإخوة: البكاء عند تذكر الخطيئة والمعصية. ما أكثر أخطاءنا أيها الإخوة، وما أعظم ما نجرم في حق الله عز وجل. وأخطاؤنا ومعاصينا كثيرة فردية وجماعية. يعني يكفينا أيها الإخوة المنكرات الموجودة في مجتمعات المسلمين، نحن نتحمل مسؤوليتها كلنا، لا يستثني أحد نفسه. هذا الذنب العظيم الذي نخشى أن يعاقب الله تبارك وتعالى الأمة كلها بسببه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه المنكرات التي تعج بها الأسواق وغيرها، ما موقفنا منها؟ هل فعلا نتحسر عليها ونبكي خشية أن يعاقبنا الله عز وجل عليها؟ فكيف بمن يجاهر الله عز وجل بمعصية يعرف أنها معصية؟ اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند أحمد والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فهذا بكاء مشروع مأمور به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع: البكاء عند قراءة القرآن. وقد ورد أن أبا بكر الصديق كان لا يستطيع أن يكمل الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة تقطع صوته بالبكاء. حتى عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إنه رجل أسيف ما يستطيع لوحده يبكي، ما يستطيع يقرأ، كيف إذا صلى بالناس؟ هذا هو أبو بكر. وقد وردت قصة عجيبة. قام محمد بن المنكدر رحمه الله ذات ليلة في بيته يصلي فبكى، فاجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكاءه. خافوا، قالوا: ماذا حصل للرجل؟ فاستعجم لسانه، ما استطاع يتكلم من شدة الخشية من الله عز وجل. فدعوا أحد أصدقائه وهو أبو حازم. فلما دخل أبو حازم هدأ محمد بن عبد المنكدر بعض الشيء، حاول أن يهدئه ويعني يسأله عن سبب بكائه. فقال بعد أن هدأ قليلا بسبب مجيء صديقه أبو حازم، قال محمد بن المنكدر: تلوت قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنسان يظنه مؤمن وكل شيء، فإذا به يوم القيامة يفاجأ بأشياء ما حسب حسابه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول: فبكى أبو حازم، وعاد محمد بن المنكدر إلى البكاء، فقال أهله: أتينا بك يا أبا حازم لتخفف عنه، فزدته بكاء. ما استطاع أن يتحمل لما سمع أن هذا الرجل تأثر لهذه الآية، كأنه يقول: أنا أيضا كيف غفلت عن هذه الآية؟ فتأملوا أيها الإخوة في أحوال هؤلاء. السبب العاشر: البكاء فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه رسولك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، والقصة مشهورة وأطول سياق أظن لها ذكره ابن إسحاق، لكن القصة أصلها في الصحيح. هذه القصة قصة غنائم حنين. لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين ما أعطى الأنصار شيئا، فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا لأنهم لم يعطوا من الغنائم، فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار،
ما قالة يعني مقال ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ماذا تريد منا وسنفعل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال أبو سعيد: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا من حوله. وقد روى البخاري أيها الإخوة ومسلم عن أنس قصة عجيبة، وهي موقف لأبي رضي الله عنه. جاء الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر الآية. فبكى أبي. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى وجعل يبكي. لماذا بكى أيها الإخوة؟ قال أهل العلم: إنه بكى فرحا وسرورا بتخصيص الله عز وجل لأبي بالذكر من بين سائر الصحابة، ولأن الذي ينقل له هذا الخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إنه بكى خوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. من أنا حتى يخصني الله عز وجل؟ يقول أبي، وكأنه رأى نفسه لا يستحق هذا التخصيص. وأنا أقول أيها الإخوة، هذا الاجتماع في هذا المسجد وكل مسجد يجتمع فيه عباد الله يسمعون موعظة أو درسا أو صلاة، والله إنهم داخلون في هذا المعنى، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إيش معنى ذكرهم؟ خصهم بالذكر بأسمائهم في الملأ الأعلى عند ملائكته عليهم سلام الله.